ان ما ينفعش اكون رايح اتفرج على عربيه موديل 2005 2006 والاقيها العداد بتاعها ماشي 30000 كيلو. لا، هنا في مشكله. تيجي تسال صاحبها تقول له ازاي عربيه بقالها 15 20 سنه ماشيه في الارض وتيجي تقول لي دي ماشيه 30000 كيلو 40000 كيلو بس، يقول لك دي كانت مرفوعه، فانت تفتكرها ميزه. لا، روح قول له بقى ان هي مرفوعه دي عيب. ليه؟ العربيه معموله عشان تمشي، عشان تتحرك، عشان تستخدم. هتاخدها تستخدمها شويه وترفعها عشان انت مسافر. طب ما هو ده غلط. اجزائها الداخليه بتصدي، تنكها بيصدي، دوره الزيت بتاعتها بتتلف، كاوتش الصباب وكل اجزاء المكنه الداخليه اللي فيها كاوتش بتبوظ. فان انت رايح تجيب عربيه مرفوعه بقالها 10 سنين للسفر شيء غلط. ده ان كان صدق اصلا، في اغلب الاوقات ما بيبقاش صدق. طيب تعالوا نفترض جدلا ان العربيه دي ماشيه 60000 كيلو. العربيه دي مش ماشيه كده طبعا، ماشيه اكتر، بس انا بقول لك هنفترض ان دي شفتها في اعلان، واحد بيقول لك العربيه دي ماشيه 60000 كيلو ومرفوعه للسفر. عمي كان مسافر ورفعها. حلو، عربيه ماشيه 60000 كيلو، لازم تبص على العداد تشوفه ماشي قد ايه وتقارن العداد بحاله العربيه العامه.